السلام عليكم مشاهدينا الكرام في هذا الخبر العاجل، وقبل الخوض فيه لا تنسوا الاشتراك في القناة ليوصلكم كل جديد. لفظت أمواج البحر بسواحل مدينة العرائش زوال اليوم الأربعاء زورقا مطاطيا من نوع فونتون مزودا ب4 محركات كبيرة على مستوى منطقة الغديرة. وأفادت مصادر مطلعة بأن المعطيات الأولية ترجح ارتباط الزورق بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات عبر المسالك البحرية، مشيرة إلى أن الأمواج جرفته نحو اليابسة بعد انتهاء المهمة التي يشتبه في استعماله خلالها. وأضافت المصادر ذاتها أن الشريط الساحلي بمنطقة الغديرة يعد من النقاط التي تشهد بين الفينة والأخرى أنشطة مرتبطة بالتهريب البحري، بالنظر إلى موقعه الجغرافي الوعر وصعوبة الولوج إليه، فضلاً عن كونه بعيداً عن المراقبة. شكراً على المشاهدة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.